هلو هلو. بما اننا النهارده قررنا نقعد ونتكلم قعده بنات، قررت ان انا اقول لكم سر من اسراري. اول حاجه، اللي ما يعرفش، انا عندي 29 سنه وعمر ما حد ادالي سن لما بيشوف شكلي. ليه؟ لان انا من وانا صغيره جدا، من وانا اول ما دخلت الجامعه تقريبا ومن قبل كمان، وانا ملتزمه التزام تام ان انا يكون عندي روتين. من وانا في ثانوي، ايوه من وانا في ثانوي، وانا الكلام ده من زمان جدا. كان اساسي عندي ان انا يكون عندي روتين، اللي هو حتى لو هو غسول ومرطب فقط. طبعا لما كبرت بدات ان انا افهم اكتر، وبدات افهم بشرتي اكتر، اشوف ايه المناسب ليها واستخدم ايه المناسب ليها. فقررت اقول لكم بعض الحاجات اللي فرقت جدا في بشرتي وملمس بشرتي، وان بشرتي دايما الحمد لله الحمد لله دايما ما فيهاش مشاكل، عشان انا دايما بستخدم لها اللي هي محتاجاه بس. يعني مش بكتر المنتجات اللي عندك. ضروري ضروري نفهم بشرتنا بتحب ايه، محتاجه ايه، وايه هي اللي هي عايزاه، وايه اللي ماشي معاها وايه لا. اوقات كتير بنجيب منتجات كبيره وغاليه وحاجات كتير قوي، ويبقى عندنا 20,000 منتج، بس في الحقيقه احنا مش هنستخدم كل ده. فانا النهارده جيت اقولك ايه الحاجات اللي فرقت جدا جدا في بشرتي، وحسيت فعلا ان هي مدياني نتيجه حلوه. اول حاجه هنتكلم عليها اساسيه، انا دخلتها في بشرتي في روتيني في الفتره الاخيره، الجواشا. انا بستخدم جواشا بقالي كتير، يعني حتى قبل ما يطلع الترند بتاع الجواشا كنت جايبه الجواشا اللي هي لونها اخضر دي، اكيد كلكم عارفينها، كانت عندي من وانا صغيره قوي. جربت بقى الجواشا الستانلس، تحفه 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 بمعنى تحفه. هتفرق في بشرتك، هتفرق في الدبل تشان، هتفرق في ان وشك يكون متحدد. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه بستخدمها تقريبا، المفروض نستخدمها كل يوم، بس للاسف انا مش عارفه انتظم عليها لان في روتين كتير بعمله. فبستخدمها تقريبا 3 مرات في الاسبوع. وضروري ضروري قبل ما نستخدم الجواشا نفتح الغدد الليمفاويه، وليها مليون طريقه، سرشي بس سرش بسيط وهتعرفي. تمام. دي اول حاجه ضفتها في روتيني وفرقت معايا جدا جدا جدا. تاني حاجه، ان ضروري نستخدم سان سكرين لبشرتنا، صيف شتاء، خارجه الساعه 4 خارجه الساعه 5، ده خلاص الشمس راحت، ضروري 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 تستخدمي سان سكرين، لا غنى عنه، صيف شتاء ضروري تستخدميه. وطبعا تستخدمي نوع انت ترتاحي له، بشرتك ترتاحي عليه، انت حباه، ريحته حلوه، مش بيسيب وايت كاست خطير. وانا طبعا برشح فالاريا بقوه. تاني حاجه، وده كان معايا ورفيق الكفاح من زمان قوي، يعني انا قبل ما استخدم كل السيرامات دي كان اللي طلع زمان سيرم فيتامين سي بس. احنا مش محتاجين 200 سيرم. سيرم فيتامين سي ده انا بستخدمه مثلا بقالي 10 سنين، جربت انواع كتير، منهم طبعا فالاريا ومنهم درماتين ومنهم انواع كتير قوي، يعني انا حتى مش قادره افتكر. وكنت بستخدم جاربي، بستخدم انواع كتير جدا. برشح بقوه طبعا فالاريا، اول حاجه براند مصري. تاني حاجه انا برشح فالاريا لان بجد بجد عمري ما جربت من عندهم منتج وخايش، بجد تحفه. طبعا في منتجات كتير، اختاروا اللي يعجبكم، انا بقول لكم تجربتي. بستخدمه حلو، مش وحش خالص، مش بيطلع حبوب، وده الاهم بالنسبه لي. استخدموا النوع اللي يريحكم، بس اساسي يكون في روتينكو فيتامين سي. وطبعا طبعا 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 انتوا خلاص عرفتوا سيرم الجولد من ديبيرون. خلاص انا بقيت بعشقه، انا حرفيا مدمناه، انا بستخدمه تقريبا كل يوم. يعني لو مش هستخدم اي حاجه ومليش مزاج استخدم اي حاجه بستخدم ده بس. اساسي اساسي في خلاص هو اساسي في حياتي. بستخدمه وبستخدم بعد المرطب. اكتر سيرم هيفرق في بشرتك، اول حاجه هو فيه ريتينول اللي انا محتاجاه عشان خلاص انا عديت 25. تاني حاجه هو فيه هايلورونيك اسيد، وفي فيتامين سي، وفي كمان الفا اربيوتين، فانا مش محتاجه اي حاجه تاني، خلاص انا مش محتاجه اي حاجه تاني معاه. فحرفيا انا ده برشحه لقرايبي وصحابي واي حد. خطير خطير خطير، ويغنيكي عن روتين كامل، ده دايما اقوله. تمام. للاسف ما جبتش الغسول بتاعي، نسيته. تاني حاجه وهايلورونيك اسيد، طبعا لو بشرتك محتاجه هايلورونيك اسيد ضروري تستخدميه. بعمل تركايه حلوه قوي قوي بتبان، وكل الناس بتقول لي عليها وبتعلق لي عليها، بحط سيرم هايلورونيك اسيد على شفايفي. هتدعي لي عن كل التركات اللي انا قلت لك عليها. ولو طبعا ليكوا حريه الاختيار تختاروا ايه او تستخدموا ايه، انا بقولك تجربتي واللي انا عديت بيه. بس كده، لو عايزين اي حاجه سيبولي في الكومنت. شكرا.